سلام سلام البنات الزرف اللون، نتمنى تكونوا كامل بخير. بسم الله في كل بداية، وأفضل الصلوات والسلام على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم طبخة بالجريوات ولا كورجات ولا القرعة، كل واحدة تخلي لي في الكومنتير واش تقولوا لها في المنطقة تاعكم. نجوزوا للمقادير وكيفية التحضير. أنا نقشر الخضر تاعي، عندي كورجات، بطاطا، بصل وطماطم وثوم. بعد ما غسلتهم نقطع البطاطا والكورجات بهذا الشكل دواور سميكة، ونقطع في الوسط بهذا القمع ولا غلاق تاع قرعة اللي متوفر عندكم، ونحافظ بيان سير على القلب تاعهم ما عدا قلب الكورجات الا كان فيها الزريعه. راكم تعرفوا الزريعه تعمل لي غاز. هنايا نجيب كميه تاع اللحم مرحي حسب كميه الخضار اللي عندك، ولك الاختيار. تحبي فياند ولا بولي ولا دند اشي، وندوزنو. عندنا ملح، فلفل كحل، شويه كمون، راس الحانوت، كزبر، ثوم بودره، رشه قرفه. عندي 2 مغارف كبار طماطم وبصل مسكرفج باه تزكالنا كمية اللحم، وأيضا يجي بنين وطري وما ينشفش بعد الطياب. نزيد مغرف صويا صوص ومعدنوس، وخلط المكونات كامل حتى يتجانسوا، ونعمر الخضار نتاعي بهذا الشكل الموضح معاكم. واللي يبقى لنا من هذيك الحشوة نشكلهم كرات كما راكم تشوفوا البنات. نجيب طنجرة نحط الزيت وكرات اللحم على درجة حرارة مرتفعة باه يتحمروا ويحافظوا على العصارة تاعهم. في هذه المرحلة نخفض درجة الحرارة ونضيف البصل يتقلى في غرضه، وهنا السر نتاع البنة يا البنات، بحيث ياخذ كامل البنة اللي في الطنجرة. وفي هذه المرحلة نضيف التوابل والثوم بحيث ما يتحرقوش ويطلقوا المرار في الصلصة تاعنا. نحط ملح، فلفل كحل وكركم فقط، لأنه كرات اللحم مدوزنين مليح وراح يطلقوا البنة تاعهم في لاصوص. نضيف الطماطم وكميشة زيتون خضر ونمرق بكاس ماء وخليها تكتك على نار هادية. وهنا نقلوا البطاطا والكورجات باه تجي بنينه، خاصه الكورجات كما تعرفوا يا البنات. الكورجات في معظم الاحيان تجي صامته، واللي تحب تستغنى على هذا الخطوه عادي تكثر من لاصوص برك كما راكم تشوفوا البنات. راح نقليهم ونصفيهم من الزيت ولا نستقطرهم من الزيت. انا راح نجيب الطاجين اللي راح نقدم فيه، وانتم احرار يا البنات كان تحبوا تكملوا في الخطوات تاعكم في الطنجره ولا في طبق الفرن وتعملوها على شكل غاطا. انتم احرار، ديوا الفكره وكملوا من عندكم. انا نحط لاصوص هكذا ونبدا نرص الخضره بهذا الشكل، وكذلك كرة اللحم، وخليه يتكتك شوية برك على نار قليلة حتى يتجمر لي. إذا البنات لحقنا لنهاية الوصفة، سرني مشاركتها معاكم. وفي الأخير الحمد لله على دوام النعمة والصحة والعافية، ونتمنى تشاركوا في قناتي وتجربوا وصفاتي، وبلا ما تنسوا خلوا لي تعليقات محفزة، وشوفوا لي هذيك البنة وهذاك الجمال. نحب الطبع يا البنات، نحب كي نطيب حاجة نحطها بالطبع، نحب الديكور، نحب العين تاكل قبل الفم يا البنات. المهم البنات جيم كومنتير ومشاركة، وإلى الملتقى إن شاء الله.